اشرف داري تالت صفقات النادي الاهلي. هتقول لي يا عم احنا شبعنا من الكلام دوت، وكل يوم حد بيطلع يكلمنا وكل يوم حد بيطلع يقول والكلام دوت. لا تعال انا اقول لك القصه، هقولها لك دلوقتي. اشرف داري تالت صفقات النادي الاهلي في انتقالات الصيف. هتقول لي طب ليه ما بيعلنوش وليه ما اعلنوش وليه الكلام ده؟ هقول لك هيعلنوا اول ما نيس الفرنسي يعلن صفقه محمد عبد المنعم. طب ليه؟ عشان لغايه دلوقتي ليس الفرنسي ما اعلنش الصفقه، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. التاشيره بتاع دخول فرنسا لسه ما جاتش، لكن اشرف داري خلاص خلصنا. اشرف داري خلصت مع ناديه ومع اللاعب ومع ابوه ومع عمه ومع المغرب ومع الدنيا كلها. هتقول لي ما احنا شبعنا من الكلام ده وناس قالت كتير وطلعوا قالوا من هنا وطلعوا قالوا من هنا. انا بقول لك اهو اول مره ااكد لك حاجه قبل ما النادي الاهلي ياكدها. اشرف داري مدافع المنتخب المغربي ومدافع النادي الفرنسي في النادي الاهلي. اكيد اكيد في النادي الاهلي. طب ايه اللي جاي بعد كده؟ اللي جاي بعد كده الله اعلم. عايز اقول لك حاجه بنسبه برضو 85% محمد بن رمضان في النادي الاهلي. وغير محمد بن رمضان في صفقات تانية، بس نشد حيلنا شويه ونفتح الكيس عشان خاطر ربنا يسهل لنا، عشان خاطر عندنا استحقاقات كتير. لكن الموضوع انتهى، اشرف داري في النادي الاهلي اخيرا.